على روح المرحوم محمد بيه سعد، احمد بيه سعد. يبدأ كابتن شريف رشوان اللقاء والسنترة مع جزئيات. رمي التماس لصالح فريق جزئيات. عمرو سمان، عمرو يعدي حلوة لكن يخش عليه محمود عبد العال، تطلع ضربة ركنية. محمود عبد العال، محمود يسيبها لمحمد سليمان، يلعبها لاحمد بيه حافظ، مقطوعة تروح عمرو لكن فاول على عمرو سمان. طبعا مع احتفاظنا بالالقاب للساده المستشارين. ضربة مرمى هيلعبها إيهاب حمودة، يلعبها طويلة تروح لحسين سالم اللي طلعها قدام، تطلع رمي التماس. محمود عبد العال يلعبها طويلة تروح لإيهاب حمودة. عمرو سليمان يلعبها حلوة لكن صدها عبد الرحمن المنجي، ويبدأ هجمة على طول لرقم 10 محمود مسعود، ل 11 محمد يشوط شوطة لكن وحشة، تطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح فريق عليا، يلعبها على طول لكن محمد بيه سالم مجريش، حسين سالم مجريش، تقطع وتروح رقم 11 محمد، يلعبها ل 10 تقطع لعمرو سمان، يلعبها ل 8 يشوط شوطة حلوة لكن تخبط وتطلع رمي التماس. شوطة حلوة لكن فوق من حسين سالم. عبد الرحمن بيقول لهم خشوا جوه، يلعبها لمحمود مسعود، يلعبها حلوة لمحمد احمد، تطلع رمي التماس. 10 محمود مسعود ويلعبها لكن فاول على محمود مسعود. احمد حافظ يلعبها بسرعه لعمرو سمان، عمرو يطلعها لاحمد حافظ،
عمرو ويعدي عمرو لكن ياخد فاول تكتيكي كده. فاول لصالح فريق عليا. طبعا المباراة النهائية يا جماعة ملهاش اسم على اتنين، لابد من فائز. محمد سليمان ويتزحلق وياخد فاول من محمود عبد العال. محمد سليمان رقم 9 واقف على الفاول. محمد سليمان بيدور يدي لمين، يلعبها عاليه مقطوعه تروح لعمرو السمان تتقطع وياخد فاول رقم 12. حسين سالم يطلع رمي التماس تروح ل 11 حلوه لكن صدها ايهاب حموده تتقطع وتروح لاحمد حافظ. 3 على 2. احمد حافظ يلعبها حلوه محمد سليمان ويشوط شوطه جامده لكن فوق. حسين سالم يحجز عليها وتطلع ويسيبها تطلع ضربة مرمى. حمودة لعمرو السمان تطلع رمي التماس على فريق عليا يلعبها بسرعة تروح ل 12 ضربة ركنية لصالح فريق جزئيات. ضربة ركنية لعبها حلوة لكن إيهاب حمودة صاحب و3 على 1. يلعبها جامدة وتطلع رمي التماس لصالح فريق جزئيات. محمود عبد العال يلعبها وتخبط وياخد رمي التماس تاني. ضربة تماس يلعبها محمود عبد العال تطلع تاني ضربة تماس. محمود يلعبها من 12 محمود رفاعي تطول من 10 محمود مسعود. محمد سليمان عايز يعدي محمد سليمان ويعدي ويلعبها لكن مقطوعه. محمود عبد العال قاطع لمحمود رفاعي لمحمود مسعود فاول على احمد حافظ. محمد يلعبها حلوه لكن صاحي ايهاب حموده ويلعبها لمحمد سليمان وهجمه خطر ويلعبها حلوه لكن عبد الرحمن منجي يا جماعه صاحب وتطلع ضربه ركنيه. محمد سليمان يلعبها لورا لكن فوق في السماء. حسين عبد الرحمن منجي يلعبها لمحمود عبد العال يلعبها طويله لكن احمد حافظ قاطع لحسين سالم يطلعها محمد. ضربة التماس. محمود عبد العال نشيط في خط الدفاع. محمود عبد العال والله تطول من محمود مسعود. محمد سليمان يلعب على طول. محمد سليمان لاحمد حافظ اللي يشوط شوطه جامده وخطر ويلعبها في الاول
الهدف الاول يحرسه عمرو السمان. شوطه جامده وخطر، الهدف الاول، الهدف الاول يحرسه عمرو السمان. بتصبح النتيجة 1-0 لصالح فريق عليا. لسه في بداية الشوط الأولاني يا جماعة، والمباراة لسه في الملعب. ماشي محمود رفاعي يلعبها لكن تطول تروح لإيهاب حمودة، يلعبها طويلة عن حارس المرمى عبد الرحمن المنجي، يلعبها ايده ورجل طويله لكن حسين سالم قاطع بفدائيه. فاول على محمود عبد العال. يحكم المباراه يا جماعه الحكم الدولي كابتن شريف رشوان. فاول متخصص في الفاولات محمد سليمان اللي شوط مستعجل فيها وتطلع ضربه مرمى. عبد الرحمن يبدا عند محمود عبد العال. محمود بيدور يدي لمين؟ يلعبها لمحمود مسعود. محمود مسعود يقطع من قدام احمد حافظ واثنين على واحد وشوطه حلوه وتخبط في القايم، تخبط في القايم ويتعاطف مع عبد الرحمن وتطلع ضربه مرمى. حصل تغيير لفريق جزئيات. خرج محمود مسعود ونزل الكردي، يعني خرج رقم 10 محمود مسعود ونزل الكردي رقم 14 واحمد حافظ عايز يلم لكن الحكم صح يا جماعه ويدي ضربه مرمى. عليا احرز الهدف عمرو السمان من قذيفه. محمود عبد العال وشوط شوطه حلوه لكن عاليه شويه كده. يبدا لاحمد حافظ يلعبها وتخبط في الكردي وتطلع رامي التماس. نرجو من الساده واقفين على الخط بس يا ريت يرجعوا ورا شويه. عمرو وشوط شوطه جامده للكردي. محمد سليمان شوطه حلوه. القائم يا جماعه متعاطف النهارده مع عبد الرحمن المنجي في تاني مرة. احمد حافظ يرجعها حلوه لايهاب حموده اللي يلعبها ايده ورجل عند محمد سليمان. نشيط محمد سليمان برضه في فريق العليا وعمرو سليمان وانتو حلوه ويلحق وعمرو يلعبها لكن محمد سليمان يستعجل لكن تطلع رمي التماس ضربه ركنيه. محمد سليمان متخصص في الضربات الثابته لفريق عليا بيدور يدي لمين ويلعبها حلوه. هدف بنار صديقه، هدف بنار صديقه من محمود عبد العال. بزيهم الاحمر طبعا يا جماعه احنا عارفين برضه فريق عليا النهارده بيتقمص فريق النادي الاهلي بالزي الاحمر بتاعه طبعا مع وجود النجوم الكبار الكابتن احمد ماهر نجم الاهلي والكابتن جمال عبد الحميد نجم الاهلي والزمالك برضه. حلوه لاحمد حافظ لكن محمود رفاعي يا جماعه مغطي تغطيه حلوه. احمد حافظ يلعبها حلوه لمحمد سليمان لكن عبد الرحمن منجي واقف. حسين سالم يلعبها محمود عبد العال للكردي، الكردي يلعبها لمحمود عبد العال. محمود وشوشه حلوه رجله تقيله برضه. عمرو السمان عمرو بيدور يدي لمين؟ احمد حافظ اتاخر شويه هو احمد حافظ. محمد شناء يلعبها حلوه للكردي، لكن يا جماعه
حسين سالم ده حقنا ورا، حقنا الفريق عليا. ايهاب حموده، ايهاب يلعبها حلوه لاحمد حافظ. طبعا يا جماعه احنا بنعتذر للالقاب. حسين سالم يلعبها لعمرو السمان. احمد حافظ يلعبها لمحمد سليمان، يطلع له عمرو يلعبها بكعبه لكن ما قراش محمد سليمان. محمد شناء يلعبها حلوه للكردي، كردي يشوط شوطه لكن اي حاجه وتطلع ضربه مرمى. احمد حافظ لحسين سالم، زي ما بنقول كده في لغه الكوره الشاكوش ورا. حسين سالم يلعبها طويله لعمرو لكن فاول على عمرو السمان. برضه عمرو يا جماعه مزعج قدام. عبد الرحمن منجي يلعبها لمحمود رفاعي. محمود عبد العال تطول منه. طبعا اللجنه المنظمه يا جماعه تعبت طول البطوله دي والله، بقياده المستشار احمد بن اسماعيل صاحب المجهود الوافر في البطوله والله. حسين سالم، حسين يشوط شوطه لكن تخبط محمود عبد العال. محمود عبد العال بيدور يدي لمين؟ محمود رفاعي تطول وعمرو سمان ويشوط لكن بيشوط وبيقع تطلع تروح لمحمود عبد العال. يلحقها الكردي يلعبها لمحمد شناء. محمد شناء لكن طويله وتطلع ضربه مرمى. محمد سليمان. محمد هو رمانة الميزان بتاع نص الملعب لفريق عليا. محمد لسه مولوكا. وما زلنا في الشوط الاولاني والنتيجه 3 لصالح فريق عليا صاحب الزي الاحمر. وانتهى الشوط الاول بصفاره الحكم الدولي الكابتن شريف رشوان، بتصبح النتيجه 3 لعليا. طبعا 5 دقائق راحه ما بين الشوطين.